السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. من بين الحلويات اللي راح توالي من العيد الكبير حلوه بسيطه بدون شوكولا، اقتصاديه وتجي بزاف بنينه وتجي شكلها راقي، يعني بريزونطابل. راح ندير لكم كميه قليله وانتم اذا حبيتوها ضعفوا المقادير. عندي 125 غرام تاع مارغرين، زوج مغارف معمرين مليح تاع كاوكاو محمص ومرحي، زوج معمرين مليح تاع ججلان محمص ومرحي، مغرفه كبيره تاع حلوه الترك، عندنا مغرفه تاع العسل، وعندنا زوج مغارف تاع سكر كلاص. تقدروا تنقصوا ديروا مغرف وحده برك. وعندنا حبه بيض، عندنا رشه تاع الخميره ورشه تاع الملح. وهنا لافاني ما نحتاجوهاش لانه راح الحلوه تاعنا راح تتنكه بالحلوه الترك مع الججلان. الحلوه هذه راح تتعسل وراح تكون فوقها واحد الطبقه المقرمشه اللي حتشوفوا كيفاش حنديروها. هنا سكر كلاص درت مغرف برك لانه هنايا زدت مغرف تاع العسل. في حاله انكم ما حبيتوش ديروا العسل ممكن تستغناو عليه وديروا زوج مغارف تاع سكر كلاص. زدت هذيك الحلوه حلوه الترك، زدت الجلجلان محمص ومرحي، كاكاو محمص ومرحي، يعني ديروا كلش على ضربه. ورشه تاع الملح، مغرفه تاع قهوه تاع خميره، حبه تاع البيض نوجدها ونبدا ندخل هادو المقادير في بعضهم. يعني حلوه من اسهل ما يكون وتجي تذوب في الفم يعني وتجي بنينه. يعني من المقادير راكم تعرفوا بلي حاجه بنينه. حلوه الترك مع الججلان مع الكاوكاو كي يتلاقاو توجور يعطونا واحد الكو سبيسيال. والناس اللي يحبوا حاجه يعني دوب وحدها ممكن انكم ديروا صفار البيض فقط، يعني ديروا صفار البيض، وهذاك البياض تخلوه ترمدوا به من بعد الحلوه هذيك ديروا في الكاوكاو. لكن انا درت الحبه تاع البيض كامله، انا ما نحبش ديك الحلوه اللي تجي هكا سايحه وحدها، نحبها تكون شويه شاده روحها، سورتو مع قهوه حليب. ندخل المقادير مليح في بعضهم ونبدا ندخل في الفرينه هكا. يعني هنا نحس باللي كلش اندمج في بعضه. نبدا ندير في الفرينه. مبدئيا درت 5 مغارف، يعني هي خذت لي حوالي 13 مغرف، من 12 حتى 13. خلوها شويه طريه تلاصق لانه ماشي تلاصق شويه طريه لانه راح تطيب في الماء تاع السيليكون. ثم يعني ما تخافوش عليها، ما يصير لها والو. انا حنطيبها في ذوك ليمون اللي راكم تشوفوهم، اللي تقريبا ملي فتحت القناه وانا نخدم بهم. وصراحه الوصفات بهذاك المول ما يخلصوش صراحه. الحلوه تجي بزاف به، الشكل تاعو يجي بزاف شباب وتقدروا تنوعوا به بزاف حلويات. هاي لك خلاص هنايا راهي طريه لكن نقدر نتحكم فيها ونخدم بها. شوفوا كيفاش تجي. خذت لي قلنا 13 مغرف تاع الفرينه. وجدت مليه كاوكاو مرحي ونحيت له هذاك الرقيق، نحيت له هذاك الرقيق، خليته خشين شويه يعني هذاك الكونكاسي. هنا قلت لكم اذا حبيتوا ديروا صفار البيض لداخل والبيض ترمدوا فيه وديروا في الكاوكاو. سينو انا بما انه العجينه تاعي راهي طريه فدرت مباشره في الكاوكاو، يعني ما حبيتش ندير هذيك الخطوه تاع بيض البيض وبعد ندير في الكاوكاو، فسهلت على روحي درت مباشره هكا. ولكن اذا حبيتوا الحبه تاع الكاطو درت لكم كميه مليحه تاع كاوكاو فثم كذا لازم ديروا صفار البيض لا بيض البيض عادي. لا انا هنايا يعني ما حبيتهاش ترفد لي بزاف يعني حبيتها تجيني هكا منقطه برك بالكاوكاو. نتوما برك كي طيبوها حذروا يعني عسوها باسكو فيها حلوه الترك بالخفت حمار. انا صراحه ولا غير شويه درت عليه النار تحمرت لي شويه، ماشي كامل يعني كاين حبيبات شويه حمروا لي. لكن عادي ماشي غراف يعني. ومن بعد هنا بعد ما طابت لي الحلوه وخليتها بردت، هنا ناكد لكم على المعلومه لازم تكون الحلوه بارده تماما. خديت كميه تاع العسل، ماشي مهم الكميه، الميسونسيال الكميه اللي تكفيكم باش تعسلوا الحلوه هذه. نسخنوا هذاك العسل هذاك. هنا راني نقول لكم الكاطو بارد والعسل سخون، يعني سخنوه ومن بعد عسلوا الحلوه تاعكم. هنا الحلوه ما نحتاجوهاش تتعسل للقلب، لا ماشي كما المقروط ولا. هنا نحتاجوها تتشرب حاجه خفيفه برك لانه اصلا العجينه طريه وحد دوب وحدها. ديجا راني ساعه فيها غير بشويه نخاف لا تتكسر لي. جست درت عسلتها باش
تدي تعطيني لون شباب من الفوق واللمعه شابه للكاطو، وميم طون العسل هذاك يدخل شويه فيها ويعطيها بنه في نفس الكسرونه، ما نغسلها ما والو. راح ندير مغرفه تاع جلوكوز ومغرفه تاع العسل. والناس اللي ما عندهمش جلوكوز ممكن انكم ديروا غير العسل، يعني ديروا جوج مغارف تاع العسل، سخنوهم حتى يبدا يثقل، يعني تحسوا بدا يثقل، وبعد ضيفوا له كاوكاو محمص و افيلي جيبوه هكا يتباع واجد، وحمصوه شويه برك، يعني يدير لا كولور دوغي شويه خفيفه برك. ومن بعد نديروه في هذه الخلطه هذه. هنايا خذات لي الكميه هذه تاع مغرفه تاع جلوكوز ومغرفه تاع عسل، خذات لي قيس 10000 تاع كاوكاو. شريت قيس 10000 ودرتها كامل، يعني ديتها لي كامل. كنت جربت الحبه الاولى لكن زدت الكاوكاو اللي بقى لي، معناتها خذات لي قيس 10000. وهاد العمليه تقدروا ديروها باللوز افيلي، لكن يعني بما انه احنا نحبوا الحاجات الاقتصاديه فالكاوكاو افيلي راح يكون خير. نبداو ناخذ الكميه هكا ونبداو نحطوهم الفوق الطبقه المقرمشه هذه. وكي تشوفوا يديكم يتلاصقوا اغسلوهم ومسحوهم وعاودوا اخدموا، يعني باليد الخدمه تجيكم يعني تم تكملوها. قلت لكم برك كي تشوفوا يدكم يتلاصقوا مليح غسلوا بالماء وعاودوا رجعوا كملوا الخدمه تاعكم. هاد الحلوه كنت شفتها في واحد المحل يبيعوها في الصيف، شكلها عجبني بالبزاف يعني. ومن بعد قلت نشارك معكم، نديرها لكم يعني في القناه، بالا كاين ناس شافوها حبوا يعرفوا كيفاش تندار، فراني شاركتها معكم. تجي هذاك الكاطو منكه بالجلجلان ولا حلوه الترك وكامل ومعسل، والطبقه هذيك تاع الكاوكاو تجي مقرمشه فيجي بزاف بنين. والناس اللي ما يحبوش حاجه تاع شوكولا وكامل هذه راح توالمهم وتخرج عليهم حتى في العيد الكبير، يعني احنا ما نحبوش نديروا حاجات اللي ثقيله بزاف. فهذه الحلوه راح تعجبكم ان شاء الله. نديروا شويه تاع لافيدور، بما انه الحلوه هذه ما فيهاش ديكور بزاف وما فيهاش حاجه اللي نديروا لها شويه في لافيدور باش نعطوها شكل شباب ولا لمعه. شوفوا كيفاش تجي. انا قلت لكم الحبه شويه تحمروا لي بزياده. ها هيك شوفوا كي تاكلوا تلقاو الكاطو هذا كيدوب وهذاك الكاوكاو يقرمش في الوسط، والحبه تاع الحلوه راهي مشده شويه عسل في الوسط. تقدروا هذاك الوسط ثاني ديروا له شويه تاع كراميل من الداخل ولا كاش حفصه اللي راكم حابينها. قدمتهم هكا، تقدروا ديروهم من في الكيسات. يعني ها باش نوري لكم برك يعني بلي تقدروا ديروها في الكيسات تجي شابه تانيك. ان شاء الله تعجبكم هذه الحلوه البسيطه اللي قدمتها لكم لنهار اليوم. اذا قدرنا ربي ان شاء الله نزيد نعمل لكم شويه وصفات العيد، وصفات سهله واقتصاديه وبنينه. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم خليكم في امان الله، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.